نجدد التحية لكم مستمعينا في كل مكان. الآن نصل إلى الوقفة الإرشادية الصحية حول الإقلاع عن التدخين، والتي حدثنا عنها أمين سر الجمعية الكويتي لمكافحة التدخين والسرطان والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة التدخين الأستاذ أنور برحمة، حيث قال: ونبارك ونهني قيادتنا الرشيدة ونهني حضرة صاحب السمو وولي عهد الأمين والحكومة الرشيدة، وتكون فرحة لأهل الكويت كل بوهم إن شاء الله، وشعبنا والمقيمين كل من على هالأرض الطيبة هذه إن شاء الله. ونقول لكم إن شاء الله تقبل طاعتكم، وربي إن شاء الله يعيدها علينا السنة وكل سنة وإحنا بصحة وأمان وفي خير ونعمة، آمين يا رب العالمين. وخصوصا هذه السنة سنة يعني أمطار وخير على هذه الأرض الطيبة، وإن شاء الله تكون هذه الأمطار والأفراح تكون دائمة علينا في هذه الأيام إن شاء الله الجيدة. ودي اليوم أتكلم معاكم عن يعني ما جنيناه واستفدنا منه من خلال الشهر الفضيل في من طاعات وصيام وقيام. يعني الواحد أكيد يستثمر هذه الفترة اللي طافت علينا تكون استثمار طيب، خصوصا في الإقلاع عن آفة التدخين وعن هذه الآفة الكريهة اللي تغرق أغلب بيوتنا وأسرنا وبيوتنا داخل الكويت الحبيبة وحتى في الوطن العربي كله. يعني لو نختصر يعني الفترة اللي طافت في صيامنا وقيامنا وعباداتنا في شهر الفضيل، احنا لو شفناها قاعد نشوف في اغلب الدول العالم قاعده صيامنا كان اكثر من 12 ساعه، في اغلب الدول لا يقل عن 12 ساعه. ال 12 ساعه هذه فتره طويله بانك انت تقلع عن التدخين وما تلمس هذه السيجاره ولا تجرب صوبها من خلال تحريمها وآفتها، وان هي محرمه في خلال صيامنا. وكذلك بعدين احنا عندنا اقل شيء لا يقل عن 5 إلى 6 ساعات ننام. هذه فترة نوم راحة، والنوم عبادة يعني، لكن أنت 12 ساعة تصوم أقل شيء وقاعد تنام من 5 إلى 6 ساعات، بالإضافة إلى أقل لا يقل عن 2 ساعات في اليوم من قراءة قرآن وصلوات وتعبد لرب العالمين. هذه تقريبا لا يقل عن 20 ساعة أنت قضيتها في فترة وخرت بتاتا عن التدخين. فهذه فرصة بأنك أنت هالعادة اللي أنت كسبتها في خلال الشهر كله في الصيام أكيد لازم تستثمرها في الأيام القادمة، علشان تكون هذه يعني خطوة ونبراس لك وبداية خطوات بأنك أنت تقلع عن هذه الآفة الكريهة اللي فيها كل ما تتصور من مشاكل وآفات وخطورة ودمار للصحة ودمار للأسنان، دمار للثة وكل جسمك، من بداية فمك اللي هو تتنفس فيه هذه السيجارة إلى أطراف قدمك. فأنتمنى بأن العادة هذه اللي احنا اكتسبناها بالفترة هذه خلال الشهر، بأنك أنت تصوم أكثر من 12 ساعة وتنام من 5 إلى 6 ساعات وتتعبد أكثر من تقريبا 2 ساعتين من صلوات وعبادة وقرآن وغيره، 20 ساعة. أنا متأكد أن هي فرصة بأنك أنت حطيت ريلك وحطيت جسمك على بداية الطريق، بأنك أنت تكون وفق نظام دائم ممكن تستثمره. فأتمنى إن حنا هذه الشهر نكون على الأقل تعلمنا منه يعني رسالة جيدة إن نتبعها لنهاية السنة. الشيء الثاني لازم هم يتواكب مع اللي قلناه، بأنك أنت تتوقف عن التدخين لمدة 12 ساعة وأنك تنام وأنك تتعبد لمدة تقريبا 20 ساعة. لازم تواكبه يعني متوازي هذا الشيء، بأنك أنت تكون تحافظ على صحتك من ناحية التغذية، من ناحية البرامج الصحية، الرياضة وغيرها. من بعض الأمثلة اللي هي لازم أنت تكون يعني تغذيتك تكون غنية بالبوتاسيوم، اللي هي الخضروات والفواكه والبرتقال والأناناس وغيرها من التغذية السليمة اللي تعطي جسمك طاقة وتعطي جسمك قوة ونشاط علشان تقدر
تغلب على الآفة اللي كانت مدمرة جسمك من مواد سامة وكيماوية ومواد مسرطنة ومواد ملونة وكثير من المواد اللي هي أكثر من 5000 إلى 6000 مادة داخل هذه الآفة. كذلك أنت لو تكثر من يعني خلال أسبوع تكون وجباتك تكون هم غنية بالأسماك، ترى هي هم جيدة لك أنك أنت تكون حافظت على جسمك من خلال التغذية السليمة. كذلك هم ترى التمر في بداية وجبتك تكون تاكل تمر، هم من الأشياء الجيدة اللي تعطيك طاقة وتعطي جسمك جسم سليم وصحة دائمة إن شاء الله. وخر عن اللي هو الوجبات السريعة المدمرة للجسم، مدمرة يعني تدمير كامل. التغذية تفخك، تخليك متفخ، تخليك هش، ما عندك طاقة، كل جسمك تعبان ومنهري من الوجبات السريعة، لأن هي مواد ما هي سليمة، كلها مجمعة تجميع وتاكلها. الشيء الثاني واظب على الرياضة. لو انك انت في اليوم انت يعني خذيت نص ساعة مشي، انا متأكد انك انت راح تلاقي نفسك انت دشيت في الجسم السليم. نص ساعة مشي كل يوم جدا جيدة حق الجسم. استخدم السواك بدال السيجارة. السواك يعطي لثة طيبة، أسنان نظيفة، يخليك أنت تكون ريحة الفم نظيفة بدال ريحة التدخين المقرفة الصراحة. فالسواك من الأشياء الجيدة المطهرة للفم. كذلك اللي هو كثر من السوائل الماء. يعني في برامج تدرس في أمريكا من خلال بعض العيادات يقول لك الماء هو أساس نظافة الجسم. فكثر ما أنك أنت تشرب ماء، كثر ما أنت تنظف جسمك من السموم، من الأوساخ اللي المترسبة من السيجارة. فأنا متأكد إن شاء الله بإذن الله هذه بعض النصائح السريعة اللي ممكن أنت يعني تتبعها، واللي استفدتها من خلال الشهر اللي طاف اللي هو شهر رمضان اللي أنت قضيت فيه فترة طويلة في عباداتك فنتمنى أن هذه العبادات وهذا اللي هو البرنامج اللي حطيته حق نفسك تستمر فيه اللي هو الأشهر القادمة. ونقول لكم تقبل الله طاعتكم، وعسى الله إن شاء الله يحفظكم من كل الأمور السيئة، ونقول لكم تقبل الله طاعتكم إن شاء الله، ونهني كل المسلمين والمقيمين في هذه البلد الطيبة، ونقول عساكم العوادة إن شاء الله. كانت هذه كلمة أمين سر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة التدخين الأستاذ أنور برحم. وبهذا التقرير نصل إلى الختام.